أكثر 5 أشياء ندم عليها الراحلون وهم على فراش الموت. قصة ممرضة أسترالية تسمى بروني وير، كانت تعمل في المستشفى لسنوات عديدة. كانت بالتحديد في قسم العناية بمن هم على مشارف الموت ولا يوجد أمل في علاجهم، واستمعت إلى الأمنيات الأخيرة لهؤلاء الذين يحتضرون، واستمعت إلى ما ندموا عليه في اللحظات الأخيرة من حياتهم، ولذلك ألفت كتاب تحت مسمى أكثر 5 أشياء ندم عليها الراحلون. في لحظات الموت لا يستطيع الإنسان أن يخدع نفسه، يكون في غاية الوضوح وغاية الصراحة. وجدت روني أن الناس وهم على فراش الموت لم يندموا كما يتوقع العديد من الناس على ضياع مال أو على سقوط عيال وعلى تفويت فرصة عمل. فما هي الأشياء ال5 التي ندم عليها أولئك الذين رحلوا؟ أولا، ندموا على التفكير والقلق في رأي الناس فيهم، وتمنوا لو أنهم ملكوا الشجاعة ليعيشوا الحياة التي أرادوها لأنفسهم لا تلك الحياة التي أرادها الناس لهم. ثانيا، ندموا على عدم التعبير عن مشاعرهم خوفا من إغضاب الآخرين، فعاشوا حياة سلبية لا روح فيها، فإن الخوف من إغضاب الناس يجعلنا نصمت ولا نقول ما في قلوبنا. ثالثا، ندموا على عدم إدراكهم أن السعادة قرار بأيديهم، فهي غير مرتبطة بحدث خارجي، فأجلوا سعادتهم بانتظار شيء يحدث. السعادة قرار، وهي قرار داخلي. أي إنسان يستطيع أن يقرر أن يعيش حياة سعيدة؟ رابعا، ندموا على ضياع عمرهم في اللهث وراء لقمة العيش، وتمنوا لو أنهم ما فوتوا فرصة مرافقة ومعايشة الآباء والأمهات في لحظات عمرهم الأخيرة، أو فوتوا فرصة المشاركة في اللحظات الجميلة في حياة أبنائهم. ندموا حتى لو كانت بحجة لقمة العيش، يعني ألا تنشغلوا عن أولادكم بحجة أنكم مشغولون بتوفير لقمة العيش الكريمة لهم. عيشوا معهم واسعدوا معهم. خامسا، ندموا على عدم امتلاك الشجاعة لأخذ المغامرات وملاحقة الأحلام، ولذلك سنوات العمر تسللت من بين أيديهم دون أن يشعروا بأن أحلامهم بقيت أحلام ولم تتحول إلى إنجازات. في آخر العمر سيندم كل منا على إعطاء مشاكله أكبر من حجمها وأكبر من حقها. عيشوا كما تريدون، لا كما يريد لكم الناس من حولكم. لا تهتموا بآراء الناس من حولكم، يكفي إرضاء رب العالمين. وفي ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم عندما ترك دين آبائه وأجداده ولم يهتم بآراء من حوله، إنما عاش موحدا لله عز وجل. عيشوا حياة إيجابية، عبروا عن كل ما تشعرون به دون خوف أو قلق ممن حولكم. لا تؤجلوا سعادتكم أبدا، السعادة قرار بيد كل إنسان منا، لا أحد ولا ظرف ولا موقف يملك أن يحدد لنا سعادتنا. عيشوا واسعدوا مع أبنائكم وآبائكم في جميع اللحظات، وأهم اللحظات قبل فوات الأوان. لا تخافوا من شيء أو من أحد إلا الله تعالى. لا تعطوا المشاكل والمواقف أكبر من حقها في الحزن والأسى والقلق، لأن كل ذلك يستنفذ من طاقتكم وحياتكم ومشاعركم.